قال لنا ملي طلع الرايه نقسم بالله العالي العظيم ما نخون العالم. حرارات كتزيد على 50 درجة، يعني الدقيق يابس علينا. افتح الباب على الكلاب، افتح الباب على الكلاب. كاين العذاب الاصغر والعذاب الاكبر والعذاب الغليظ بالمراحل. حرك الدار. شغلوا. لا نعرف خبرا ولا نعرف ساعة ولا نعرف يوما. شديت عندي 19 سنة وجيت مولا 43. الحياة المخيرة راني دوزتها في الجحيم. ايوا سمنا. ما في عنا. حرك. كيجيبوا كتيبه تاع الجيش وكيعطيوها القابليات خدم ولا ما تخدمش، المهم يضربوك. حضرنا لي حرق بالنار، جرب السيارات، تدفن الفريم اللي قدامنا يعني حيا وجبدوه، يعني شي حاجه اللي ما تحملش الجسد ديالنا. On ne peut pas détruire un État de 14 siècles. ادفع عاد مجرم فع. ايوا. حضر هذا الجبل. ايوا. كيما واحد الاسير عنده واحد النجمه في يديه دايرها بلوشام، قال له واحد من البوليساريون نقطعوا لك يديك، عندك التاج ديال الملك. قال له ودي لا قطعتي لي يدي والملك عندي في قلبي ماشي في يدي. أقسم بالله العظيم أن ننفذ أوامر قائد الأعلى صاحب الجلالة. قال لي نقسم لك بالله هذا لا قسم يطرطق الحجر. المسيرة الخضراء هو المفتاح السحري استقبلناه بحماس، لا عسكريين ولا مدنيين. مشكل الصحراء كان خلق وحنا يلاه شدينا الشهاده ديال الطيران، مشيت للصحراء باش نحارب على منطقه اللي كان لازم نكون فيها بحال الاخوان ديالي اللي كانوا سبقوني. التحقنا بمدينة العيون في مهمة لأحامي على واحد التكنة عسكرية كانت مشتبكة مع العدو. أصيبت الطائرة ديالي من نوع فوق ماجستير بصاروخ شعل فيها النار، وكنت مضطرا أن أرصفها بالمظل، ولما مسيت الأرض وقع لي كسر في الرجل اليسرى. بعض الدقائق من بعد التحق بي العدو. بدأنا نتهيأ لشيء نجهله، ما عرفنا شكون هو هذا العدو، وإذا به أطلق النار على الوحدات المغربية في أمقلة، واكتشفنا بأن اللي طلقوا علينا النار هو الجيش الجزائري بنفسه. وقعت معركة أمقلة، أسروا 106 جندي جزائري وفيهم بعض الضباط، تركوا خسائر فادحة في الأرواح والأعتاد. دخلنا بشكل مكثف وجرينا عليهم. هجموا عندنا المرتزقة بوليساريو في عملية فم الحسن، مشينا عارضناهم قبل ما يدخلوا الفيلاج، حماية على المدنيين والعسكريين اللي تم في الصمتة. تشدينا معهم 6 سوايع. آخر ذخائر اللي بقوا عندنا فرغوا، ماتوا فينا 12،
تشدينا 7. عيب نسميه نقولوا بأنه كان هجوم من طرف البوليزاريو، والبوليزاريو لا وجود لهم، فكان هجوم بتنظيم وتخطيط من عسكريين جزائريين. كان وقع واحد الحرب بيننا وبين الجزائر، هجموا على واحد البطيون ديالنا قالوا الكتريام بطيون في فيكي. وقعنا في اليسر ومشينا عند الصحراويين هذوك اللي داروا هما، قالوا هما حتى هما بغاو يدوروا شعب ثاني بوحدهم. حاولوا محاولات مع الناس اللي الصحراويين هذو باش يطلسوهم، ينضموا عليهم، يمشوا معاهم في الصفوف. كنا لا نحارب الصحراويين أهل الصحراء. بالنسبة لي في تندوف كان جوج شيئين. كان الصحراويين اللي هما يسمون بلاجئين وهما ماشي لاجئين، وكاين الجهاز ديال البوليزاريو من صنع الجزائر، من صنع المخابرات الجزائرية وتسيير المخابرات الجزائرية. تأثرت يوم 17 شهر 1 79، وخرجت يوم 26 في شهر 2 2000، ما يعادل 21 عام وشهر و8 أيام، وبالشهر 253 شهر و8 أيام، وبالنهار 7703 دنهورات. تأثرنا احنا 16 واحد، ومات فينا 62 واحد. داوني المنطقة ديال البويرات، شاركت في 3 ديال المعارك. المعركة الثالثة كانت قوية، نهار 24 في شهر 8 79 تشديت أسير. دوزوني على حوزة، مشاو بينا حتى الرابوني. شديت الناحية ديال بوجدور، من تما شدونا المرتزقه ومشاو بينا حتى للروبيني. درنا يعني 3 ايام ديال العذاب، دايرين لنا الشاش على العينين والكش على الراس. لي جار الجزائريين هما اللي يجيو داروا لي زونكيت، هما يجيبوني في لو ديزير في الحماده، هما يجيبوني اسمو الروبيني، المناطق ديال تيندوف. 1978 10 سبتمبر سيكون منعرج مهم، un tournant décisif dans ma vie et dans ma carrière militaire. J'ai été touché par un missile. Alors منين تفرقت مع الكرسي الحديدي استطعت باش نحل الباراشوت، وتحل فعلا، ولكن كنت قريب للارض، ما استطعتش باش نحل الصندوق ديال الادوات اللي كان حمل معايا. واذا به كنسمع القرطاس فوق راسي وعلى جانب، واذا التفت جبرت 3 ديال السيارات عامره بالعسكر كيطلقوا جايين. الصحراء دوزنا بعد عدة المعارك، بهم المعركة التي أسرت فيها. مشيت تشديت عند بوليزاريو، داونا المنطقة تندوف، منطقة كيقولوها الروبيني. الروبيني هي فين كاينة القيادة العامة، وفين كاينة وزارة الدفاع، فين كاينة الداخلية المهمة الأعلائيين. الحراسة راهم الشلوحة جاو. هاد المركز. ايه. راجل الشلوحة الحبوب. ايوا. محمد فاضل، تعال اجي. نعم. افتح الباب. ايوا. عاد لهم الناس تما 5-5. ايوا. وبالعجلة. يلا هضري. ايوا ايوا. ايوا. عجل. كبيون يقفون. ايه. يطلبوا الناس 5-5. بالعجلة. يلا. عجلوا علينا، عجلوا علينا. يلا. ايوا ايوا. تقبضت في رعاني شبابي، يعني كنت سيليباتير، كنت باقي ممزوج. الصور اللي تداولت امام عيني منذ الوهله الاولى هي الصور ديال الوالدين والاخوان. في الدقيقه الاولى كترجع بك الذاكره وكيرجع بك المخيله ديالك اوتوماتيكمون لا فامي.
افتح الباب على الكلاب، افتح الباب على الكلاب. يلا زيد افتح بس يلا قيم عمري قيم نفهم. ايوه وقف المرجع وقف. خمسة قيم معاه كيبان لي ولدي اللي خليته عنده 8 شهور و20 يوم، زوجتي، بلادي، اهلي. هذا هو اللي كان كيبان لي في هذيك الظروف. بغيت نقد راسي باش نبقى لاهلي ولولدي. هذيك هي. سمو لي قول لي شنو خطك؟ نقيب بالبعض هو نقيب. واسمك؟ علي النجار. داوني مباشرة عند محمد عبد العزيز، دخلوني عليه، جبرتو جالس على واحد المانطا خضراء ومكتوب فيها INP ارمي ناسيونال بوبيلار، اذا المانطا ديال الارمي الجيريان، وعنده واحد البوليكوب حطو قدامه، قدام كيدير الورقه كيما هاك. يلا حط بعض الاسئله، واذا به 3 ديال الضباط داخلين جزائريين لابسين الكسوه ديالهم بالرطب ديالهم فوق الكتاف ديالهم. ما قالوا له السلام ولا كتاب، قالوا غادي نديوه. هو تفاجئ. منين تفاجئ كيما كيشوفهم ناض وغادر الحجره وخلاني معاه. مشاو بيا شيلت ديالك 30 دوف. امشيو بيه. امشيو بيه. ايوا يلا بيا من هون. الجاب هذا الجاب يخبطنا بالطياير ويخبطنا بالنرقال. يلا قيم قدامي قيم. ما فيه نقال. قيم قدامي. كت لا تنخس. ليش قيم وزمر. قيم. الجزائريين ضروري يحضروا في لانكيط، ضروري يحضروا في التعذيب، كيدخلوا في الليل يخرجوا في الليل. سيد المدير. نعم. عارفين الجزائريين من قد اللغة عندهم هما هدرة خاصة، ويسبوا ما عندهم كلامهم باين يعني معروف. قالت عليا قالت يا الكلب ظروف كنت عايز زين في المغرب يا الكلب. منين يسالاو الاستنتاق لونكات قالوا غادي نصيفطوه يتعالج في الجزائر. نضطروا باش يصيفطوني في الفورغون سيلولار. هذا الفورغون سيلولار فيه 4 ديال السيلونات على اليسار و4 على اليمين، وفيه اللور بلايص كيجلسوا فيهم الحراسه بالكراشات ديالهم شارجي. جاو 2 جزائريين هزوني انا و3 صحابي في هذاك الصهد ديال جوليا، يعني الحراره وفي الحماده. داونا الكولوم الشار. يلا الحريص يلا. ايوا وصلنا لواحد المنطقه تسمى ب توكات. وهناك وجدنا قوه ضخمه ببدله عسكريه جزائريه، اي تريي وكاسكيت ديال لاين بي. يلا خش واش دخل. تما تعرضت لاستنتاق لمده تقريبا اسبوع. قال له شنو نديرو؟ قال له جيب لي الملف ديال الاسرى وكمل على طريقك لقصر البخاري. من قصر البخاري لبوغار، المعسكر اللي ديال التدريب اللي هو بوغار، لقيت واحد العدد ديال المحابس ديال 170 محبوس مغربي. الاوضاع ديالهم لقيناها مزريه. دوزنا فيه مده كل يعني معذبين ونقص لنا اي شيء، لا ماكله مزيانه، لا ماء، الماء الاخراني ما عندناش، اللباس ما كاينش، الادويه ما كايناش. اول دخله اللي كان دخلوا عندهم كيقول لك اش جابكم وانتم للصحراء. هذا هو السؤال الاول. كلاب عيدوا بالله. Les insultes, les humiliations,
des invectives de toutes sortes à l'égard de notre roi et de la monarchie. Ils avaient une haine atroce à l'égard du Maroc. La haine que j'avais pour eux dans le regard que je leur faisais. في شهر 6 أو 7 ديال 79 بدات كتكتف العمليات والمحابيس كيجيبوا واحد الطرف للجزائر وطرف اخر كيبقى في تندوف، واستنتجنا على انه كانوا كيجيبوا واحد العدد باش في حاله ما يبغيو يبدلوا مع دوك المحابس اللي كانوا قبطوا في امكالا يقد يكون عندهم العدد باش يبدلوا المحابس. فوق ما كيجيو لعندنا كيقولوا لنا الحمد لله اللي ما خليناكمش عند بوليزاريو، ولكن نتوما راكم تستاهلوا اعدام. علاش؟ لانه راه ما تنساوش بنا اجدادنا المغرب في حاسي بيضاء في 1963. يعني هادو الضباط الكبار ساميين جلسنا 3 سنين تما، جاو قالوا لنا شنو هما المشاكل اللي عندكم؟ قلنا المشاكل اللي عندنا هو التغذيه ما مزياناش، ما لابسينش، ما مطبينش مزيان، يعني التطبيب ماشي هو هذاك وكذا. وفيهم بعض الضباط اللي بقاو في تندوف اما تجيبوهم لعندنا والا ما استطعتوش قال لك حنا غير نتوما غير ضيوف عندنا، اللي قابطينكم ماشي حنا، لانهم موديونا عند هذوك اللي قابطين. هادو من هو؟ هادو الناس اللي جاوا من بوغار من الجزائر. حد هيا قيم بهم. ايوا والعشاء يلا العشاء. يلا واحد. بالنسبه لنا كضباط في الاول تم العزل ديالنا على اساس عزلونا على الجنود كانوا قد انغمسوا في الاشغال الشاقه من الاول، من الدقه الاولى انغمسوا في الاشغال الشاقه التي لا تتصور. هز البلاط، هز كل واحد يهز البلاط يا ولفات. يلا جوج 3 يهز البلاط وجوج يهز الفيسان. يلا حركوا يلا حركوا. امال هذاك ما طولوا مال هذا ادفع يلا حركوا. كاين العذاب الاصغر والعذاب الاكبر والعذاب الغليظ بالمراحل، كيخدموا علينا الليل والنهار. حنا 150 واحد كنحفروا الحفاري، خدم ولا ما تخدمش هما عينهم في العذاب ديالك. اشتغل عينيك في العذاب ديالك. قعدت حتى لواحد الليله وجاوني وداوني واحد البليصه بعدوا بيا وهدوني وجابوا معهم السلاح، قالوا غادي تقول تسب الملك واللي بغيت نعطوه لك. وفيهم ناس نعرفهم جدا يعرفوني جدا. امتنعت لهم انا باش نكون نضم عليهم. قاموا جابوا لي واحد البرويطه ديك اللي يهزوا فيها الناس الكبات، ومعها واحد البال بيوش، واحد الباله صغيره، وقالوا لي انت حياتك مع هذه البرويطه. هذيك تماره فوت فيها شي 17 عام و7 اشهر و18 شهر. ما كنعرفوش هاد الناس واش كيقتلوا هاد الاسرى اللي كانوا نظرا حتى الظروف اللي محيطه بنا، العذاب اللي كانوا مستمرين، كنقولوا حنا ما كنخليو حتى شي واحد على قيد الحياه. يلا مش معلم يلا حضره اول مره باش نشوف ذاك المنظر فين عايشين المغاربه ديالنا، كيهبطوهم لواحد الحفره فيها 4 متر على 3، والغرق ديالها 2 متر. ادفع شوي يلا كسبه ايوه حيت كنا كنوطيو على الحجر الرجلين ديالنا كانك كتوطى على المقله، كلهم تطرطقوا، الضفرين ديالنا تقلعوا،
الظروف ديالنا حيت كنا كنشوفوا الجمل والبرغوث، حيت كان كنشوف كيبقى يغلي علينا من برا، حيت كنا كنلقاو فرصه كنقلعوا داك الجاكيطه ونحشيوها في الرمله من اجل يتحرق داك السيب وداك الجمل. كانت عندي 19 سنه في العمر ديالي، تاثرت بزاف، شفت الناس اللي تشدوا قبل مني، غير الحفاري ما كاينش ديك الساعه على شنبر، ولا دايرينهم غير في الحفاري، والغطا ديالهم هذاك الخناشي باش مغطين على سميتو، كاين بعض المناطق اللي مغطينهم غير بالخناشي ديال كيخيطوهم الدراري. كم عندك؟ ثانيه. منين وصلت لتندوف كان لقائي مع الجنود صدمة كبيرة. Je dis un choc, pourquoi? Parce que j'ai trouvé quelques 400 prisonniers marocains entassés dans des trous, sans toit, constamment exposés au soleil de l'été ou à la chaleur de l'été atroce, accablante, et au froid de l'hiver. Ils étaient dans un état piteux, sale, avec des cheveux longs, des barbes hirsutes, avec des yeux hagards, agrandis par la peur et le déséquilibre psychique dû aux conditions de l'incarcération. مالكم حازنين؟ انتم ماشي محبس، انتم أسرى حرب. بقيتوا في الميدان كتحاربوا إلى آخر طلقة نارية، تكافحون من أجل وحدة تراب بلادكم ومن أجل مغربية الصحراء. أنتم أبطال وأسرى حرب كما موجودين في جميع الحروب ديال العالم. اللي نوصيكم عليه وهو يكون إيمانكم بالله قوي وإيمانكم بالوطن قوي، وتهلاو في راسكم. لا تفكروا لعائلاتكم ولا لولادكم، الدولة قائمة وقادة بهم، كلنا من أجل الوطن. ولا تنسوا الوطن ثم الوطن ثم الوطن. مع 6 الصباح جاونا الحراسه الصواتات، يعني نظرنا على الكابليات ديال الضوء صارت هكا بهم، كانوا كيضربونا كيخرجونا للحفاري باش نضربوا البريك. جبرنا الفيسان والبلاط محطوطين، قالوا لنا غتضربوا 120 بريكه الواحد. شحال هذا المجرم؟ زعما ندير والديكم وحده لواحد. يلا انت مجرم يلا. يلا عمر الحفراوه. حرك 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 سلحمه حرك حرك اسرع. ادفع هذا المجرم، ادفع هذا المجرم، ادفع 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 هكا. ايوا اجل اجل حرك ادفع. عمر هذا الكبل ادفع. ها حرك هذا المجرم حرك. كيضربونا بالكابلي ديال الضوء، من ثم بقينا خدامين تما والعذاب يكفيك. حتى ولينا كنطلبوا حنا كنقولوا يا ربي ما تصبحش الحال، نبقاو غير نعسين. الوقت فاش كيعطيونا داك 2 سوايع ديال الليل كنقولوا يا ربي خلي هذا الليل كامل حتى نموت هنا، لانه الوقت فاش كيصبح الحال راه كتمشي للعذاب المهين. ما كاين غير التعذيب، الحفا والتريكو والسروال والحفره ومن الصباح وانت الجرا والعصا. بقينا كنديروا الطوبيه باش يبنيو واحد المركز، كانوا قرروا باش يديروا فيه جميع الاسرى باش يكونوا مجموعين في اتجاه، وعاد يبدا يفرقوهم اتجاهات الخدمه. يكفيك كاين جبل ديال الحجر كنمشيو نشرجوا دوك الطوموبيلات دوك الكاميونات بالحجر، ودير حجره فوق ظهرك والكابلي وراك. وهذا الشيء من 5 الصباح من الفجر الى 9 الليل بالعصا، فيها انقطاع ديال 50 دقيقه ما بين الوحده والجوج. حرك زين حرك 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 زيد. ولفنا احنا هذاك النوع ديال الاشغال واصبحنا يعني واحد النوع ديال الناس كاننا خلقنا لذلك. الا طليت علينا غتقول هادو قتلهم الله سبحانه وتعالى وبعثهم راهم في الجحيم، راهم في السعير. هاد الناس شي حاجه ما كتصورش على البال. الخدمه اللي فيه ريحه شويه ديال التمغربيت راه كيتلقى العذاب، لا بالنسبه لينا ولا بالنسبه للصحراويين، لانه انا دابا كنمشي تما كنخدم كنشوف حتى الصحراويين اللي كيجيبوا من المخيمات. ما يسمى بلاجئين
وبما ان السكان ديال هذه الصحراء كانوا رحل في محبس، في بير الحلوف، في عين بنتيلي، في تيفاريتي، في حتى قلت الزمور. كانت الجزائر كتلقطهم، اللي ما بغاوش يطلعوا صفاوهم. التعذيب والمعاملات السيئة وعن الناس اللي يواجهوك بها واللي هي تقوم بتعذيبك، ناس أجنبية ما عندها علاقة بالصحراء. احرك 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 عبد الامين خرص هذاك الباء احرك الشيخ احرك 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 ادفع احرك شو العيش بنيت المركز ديال الشباب في المغرب بوست اكس، مركز الشباب اللي كيجي من جنين ومن كوبا ومن شرشال، تما كيكملوا التدريب ديالهم، تما كيخرجوا منهم الاطور ويخرجوا منهم ضباط الصف وكذا وكذا والى اخره. انا بنيتو، قتلونا تما. كل ما بنوه في نواحي تندوف لصالح البوليزاريو بنوه أسرى المغاربة تحت السد. كانوا كيعملوا عجنات كبار ويدخلوهم فيها بحال النادر منين كيدخلوا للبهايم باش يدرسوا، هكذا كانوا كيديروا برجليهم حفيانين في شهر ديسمبر شهر نوفمبر، والبرد بدون مأوى، لا أكل صالح نافع ولا أدوية ولا حتى شي حاجة. قدام هد حرك وقف وقف. اسمك هو اسمك، قول اسمك. ساحل. منين قايس؟ ساحل. ومنين جاي؟ ساحل. هذا مواطن مغربي كان كيسرح ماش حامل لا سلاح لا حتى حاجه، شدوه في وسط الضرع سارح، جابوه بغاو يديروا لونكيت ديال لارمي، هو سيفين ماع بيدو ما على يدو. اقعد اقعد يا رد الاخبار حسن. رد يا اخبار خير فيك؟ ساحل. منين قايس؟ ساحل. اسمك؟ اسم بوك؟ ساحل. تكلم يا واد تكلم. رد الاخبار يا خير فيك؟ ساحل. هذا الشيء هذا الشيء هذا وحينا مبروك. تكلم يا الشيء خير فيك؟ رد الاخبار. حسين يلا شو من اللي صار؟ تكلم ولا ما تكلم؟ تكلم. يا هاد الشلح رد الاخبار. رانك لا يجبر عزاك اليوم. شدت به العقل، خلاوه ما سواناوه ما والو، دار هكا حطها للصباح، لصقات له هادي، لصقات له الجلده ما بغاتش تحيي، داروا له شي سوان عادي، بقاو كيسوانيوه وهو تحسب له غيموت، طول الله العمر. قام اليوح تماك مع الأسرى، معزول في واحد البلاصه، ما كيهضر مع حد، هو ما كيهضر مع حد، ما كيعيو الدراري يخدموا، تهلاو فيه باللي كان الى اخره، وكلوه يشربوه يخرجوه الى اخره. المغاربه من حيث كيكونوا بعادين على وطنهم، كيكونوا وطنيين وكيكونوا ما يقدروش يسمحوا بعضياتهم بعض، كل واحد كتعتبره هو ابك هو امك. كنا نرى في بعضنا البعض على أننا أنا هو هذاك وهذاك هو أنا، ونحن هنا، وإن اقتضى الأمر سنموت هناك، ولن نكون أبدا عرضة للإهانة في اتجاه الكرامة المغربية. بدينا في العذاب كيديونا لواحد المركز سميتو بوست اكس، اول بوست اكس في البوليزاريو اللي ما معروفش، ما يرفع حد راسه لفوق.
خاص لا بالتعذيب، كيديو ليه الاسرى ويديو ليه الصحراويين وكلشي. المركز جا لتحت كاين التيران الفوق، والمركز جا لتحت بحال الجبل هكا، هو جا لتحت بحال الحفره. هذيك البلاصه فيها لي سيلول، فيها فين تيسكنوا المحابس، وفيها البلاصه ديال العياده ديال الطب، وفيها البلاصه ديالهم فين تيستقبلوا هما دوك الناس اللي تيجيو يعذبوهم. وتما كاينه الذخيره والاسلحه ما بيننا، ما بين الحدود ديالنا والحدود ديال موريتانيا من بير الحلول هيه. رينا ضباط جزائريين فهم تقرا على السلاح والتدريب والرياضه ومسائل عسكريه، كان كل حد ومستواه ذاك النوع. الكونفوا اللي كتجيب لك الاسلحه كتجيبها تقريبا بعيد على داك المركز تقريبا شي 6 كيلومتر، كيمشيو لي زالجيريان عاد كيجيبوا لي فييكول ديال البوليزاريو، وكنسارجيو على داك الشيء عاود من بعد وكندخلوه للمركز، كنغسلوه ونبلاصوه في لي ديبو. جاني مدير الامن قال لي غادي تخدم معايا واحد الخدمه، ولكن يسمع شي محبوس راك ميت. كنت كنشد لي ريزرفوار ديال لاندروفير، كنقطع الريزرفوار كنخليه منه غير شويه، وكندير له الباب من التحت باش كيهز 5 الكلاشات هنا و5 الكلاشات هنا. وكنت مقابل الكاميونات اللي كيديروا الرافيتايما الحدود ديال موريتان والجيش مالي، وهاد لاندروفير اللي كتمشي دايره السلاح نتاع مدير الامن. انا فرحت كاع ملي وصلت لك الديبو، باني كان فيه الوسائل باش نهرب. اتصلت مع واحد الصديق قلت له ودي حنا ملي كنخدموا في السلاح درك والسلاح موفر هنا، نحاولوا نديروا محاوله. تفرقنا على 2 فرقات، فرقه مشات لعند يجيبوا القرطاس ديال الكلاش، وفرقه مشات يجيبوا السلاح ديال الكلاش. هزينا 60 قرناده، وهزينا تقريبا 2400 ديال القرطاس، والاسلحه دينا 10. لاندروفير جيت لي هذيك الساعه قبضت الطابلو دبور، جبدته عندي فرقعت الطابلو دبور، درت كونتاك، لقيت 2 خيوط، الثالث ديمارات. طايحت علينا فكره الهروب هذه، وكاين العجاج متحرك والبرد، قالوا لنا دوك الناس تعمروا لنا 400 خنشه ولا كذا من الجير ولا 500 من داخل الجير شرجوها. كنا خليناهم ويلين دخلوا البيت وهجمنا عليهم في ذاك المحل اللي هما فيه. اعتقلناهم وقبضنا الاسلحه، وكنا لبسنا التري ووقفنا العسه ديالنا، وعندنا متكلفين المركز ماشي بصفه قانونيه اللي كما كان ماشي. جاتنا الجيب مع 4 ديال العشيه، طلعنا في ذيك الجيب وتمينا جايين وعدي المغرب، جينا مرقنا من واد الشق، مشينا مع القدرون ديال كل بشار تقريبا 15 كيل. تمشينا تقريبا شي 40 كيلومتر وحنا نوقفوا في الكرب. صافي نزلنا الاسلحه اللي خصنا، والقرون ديك واحد هز على الشيء علاش قد خوينا لي فيكول، ونكركبوا داك لاندروفير نكركبوها في داك الكرب. ملي كركبنا الجيب حسينا بالحريه، ما حاكم فينا بوليزاريو، حنا دروك تحت اوامر سيدي ربي. على 3 ديال الليل دخلنا واد قوات المغرب، ترندينا لهم مع 6 الصباح، داروا الميساج للرباط. جاتنا اجنه في الكمبيوترات، عمرت رساليم لكل واحد. والقصه اللي بدينا بها من نهار اعتقالنا الى ذاك النهار، قال لنا الملك يدور يستقبلكم، ولكن عنده موت مولاي عبد الله وريك وترخاو شوي. مشينا لوالدينا واهلياتنا شفناهم استقبلونا، وتقلبنا طنا مهجور فقادير، وجينا جبر كل واحد الورد مسيو في الباب، يقولوا له سير اطلع على كبانيه فاش كنت، لان ردوني انا الحوزه وكل واحد فين ردوه، وتزاول اعمالكم اللي كيف ما كنت. وهذا الشيء هون اثر على المجموعه كلها. كاين واحد الصديق ديالي في واحد المركز اللي هو 90 يوم، قال لي راني غادي نهرب. قلت له واش ما تدينيش معاك؟ قال لك اودي راه غادي لنا واحد البوليزاريو، ما يمكنش انت بعيد
هذاك اسيدي كنت كنسرق تما حتى يكفيك، حتى القرطاس ديال الكلاش كنت كنسرق الطاسه كنعطيها له كيمشي يبيعها في موريتان وكتمشي للحدود ديال مالي كيجيب لي الحق ديال الفلوس. اذن هذوك الدراري جامعين 25 مليون. عطينا هذاك البوليزاريو شرا لاندروفير، جيت حطيت المواعين ديال اتاي الحارس اللي معايا، درت له باش يدير اتاي، درت له واحد 2 كينات ديال لا دروك باش نعس تمايا، بقى في البيت. المهم نعس، قلعنا حنايا بلاندروفير، بقاو غاديين بينا حتى وصلنا لواحد الربط. قالوا لنا ها الربط ديالكم غادي لذاك المركز كيخرجوا فيهم لي زالجيريان. كتفونا دارنا في طيوطا، داروا علينا الشبكه، داونا الجزائريين باش يرانديونا للبوليزاريو. غير كيهربوا بعدا كيامروا كيعلموا الجزائريين، كيطلعوا الهليكوبترات تحت، ملي كيشوفوهم ولا كيبعثوا الوحدات الجزائريه الاول باش تقلب عليهم، ملي كتجبرهم كتقبطهم كتصنطقهم وترجعهم للبوليزاريو يصنطقهم، ومن بعد كيرميهم في الزنازين احيانا الى الموت. ماتوا تحت التعذيب. كانوا منين كيخرجوا من الصف كيعذبوهم حتى الموت باش يعطيو اكزامبل 1000 حاله ديال التعذيب. كانوا يعذبون الى الموت. طال الزمان وطال الامد وعياو الناس وعياو، يعني حتى هما عياو الا جيتي تشوف. فكانت محاولات الهرب وكثرت هذيك المحاولات الهرب وكثر التعذيب. قررت نهرب من عندك المرتزقه باي ثمن ولو تكلفني حياتي. لقيتها فاش هربنا الى لا تمشينا واحد 300 متر وهما فطنوا بينا. انت اسمك؟ الباز محمد. ايش؟ الباز محمد. الباز البعار. انت كون الكلب. كم بكم باش هربتوا؟ 4. منين صحابك؟ ماتوا. شكون قتلهم؟ قتلهم الثوار. الثوار؟ ايه غزاو فيكم، غزاو الثوار. جدا علينا القبض. ما تصورش اي انسان الظروف اللي عاملونا بها، الضرب اللي كنا كنتلقاو. يمك اعطيني امك ابي. بطل الكلب، بطل الكلب. زق التراب عليه، زق التراب. وكان اللي ما كينتقمش منك وكيضربك كيقولوا له انت ماشي صحراوي. وهذه هي المسألة الوحيدة اللي كانوا كيشجعوهم على القتل والانتقام، وكل واحد خصو يبين نفسه بأنه هو راه مخلص لعند هذاك المرتزق. اطرح يلا، اقبل البلا والفاس عشان اقدر. يلا لقاوني انا بوحدي مازال على قيد الحياه. جاو هزوه هذوك مشاو لاحوهم وقلبوا عليه بشي حجر. حنا بقينا لمده ديال 6 شهور ما كنشوفوش. يكفك حتى وصل الدود في واحد الحفره كاينه في الراس ديالي. وكانوا كيديروا لنا الصابون اللي كان كيجيهم من ايران، كانوا كيدعجنوه بالماء وكينقيو لنا داك الحفاري وكيديروه. كنموت انا كنموت. تيعيطوا لي تيقول لي جيب الماتيريال ديالك وتبعني. تيدخل ملي تندخل تيديروا البونداج، تندخل لبلاصه لي سيلول، البلاصه فين تيعذبوا وداك الشيء. تلقاه عنده عنده فتحه في وجهه ولا في راسو ولا داك. تندير لي بيفيجو نحبس ليه الدم، ندير ليه السيتور وندير ليه البونسمون وتنخرج. تيقول لي لا قلتي شي حاجه. تينعتوا لي تيقول لي ها المقبره، شي ديك المقبره تماك غادي يكون القبر ديالك. الدواء قليل ما كافيش، تعطيو الدواء وهذاك الدواء تيداووا به حتى البوليزاريو. وكانوا عندنا قوه الامراض اللي كانت مزمنه وكانوا تيموتوا بها الناس. وكاين من تيمرض شي واحد تيكون
بين خصو باش تيفاكوي يمشي ليرجونس ما تيبغوش تيخلوه تما تيبقى يسوفري تيموت. عمد البوليزاريو باش يديونا نخدموا في الهلال. اذا هذا الهلال هو عباره عن واحد الدائره كبيره ديال لي كونتينر، يعني فين كيديروا التموين. فكنا كنشتغلوا من الفجر الى الليل، يعني اشغال شاقه، ولا يمكنك ان تنسحب الا بعد ان تنسحب القوافل. يعني مركز ديال التموين العام ديالهم من تما كيجي من وهران من الجزائر في القوافل ديال الكاميونات بالشيفورات الجزائريين. حنا كننزلوه بار جروب ديال 6 الناس باش ننزلوا 25 طن بواحد المغرفه ديال العدس في 12. هادشي اللي عندنا. لا فرقنا 25 طن على 6 راه كتعرفوا العدد شحال تقريبا الواحد. وهذا الا كانت الكونفوا كبيره فيها 30 كاميو خصك ما يوقفوش الجزائريين كيجيو بلوردر يدخل الكاميو ويرجع الكاميو خاوي يدوز على الكونترول ديال تيندوف ويدخل في حالته ما يجلسش عند البوليزاريو. التموين كيجي من عده اتجاهات، كيجي من السويد، من الدنمارك، من اليونيون اوروبيان، من كندا. اش كيشدوا الدقيق لكندا؟ لان الدقيق لكندا ماتين واحد الدرجه عاليه. داك الدقيق لكندا الخنشه ديال 50 كيلو كيبيعوها ب 5000 درهم. اكياس اللي هي فيها العلامات ديال الاتحاد الاوروبي ولا ديال ليبيا ولا ديال الجزائر، وتفرغ في اكياس اخرى بدون عنوان مجهوله ليتم شحنها في شاحنات كبار. كان كيتم الشحن ديالها على ظهورنا، ويتم تكوين واحد القافله كبيره اللي كتاخذ الاتجاه ديالها نحو الجنوب، نحو مالي ونحو موريتانيا. يلا هوت يلا 10 يلا 10 دايرين. حرارات كتزيد على 50 درجه، يعني الدقيق يابس علينا. قال لنا اوه هذه مزيانه، هذه مزيان فوزات بو مزيان ديروا العضلات. قالوا الدرا ما كناكلوا والو. كيفاش ما كتاكلوا؟ ما كيعطيوكمش ماكله. قلنا لهم ما كناكلوا والو، حنا كنديشارجيو حتى التموين فيه العلب ديال السردين وديال الطون وكذا، كنديشارجيوهم في الهونغار فيه ما عرف شحال من كاميو، كنطلعوه حتى للسقف فيه ابري 12 متر دو هوتور. واخا تكون علبه مثقوبه ما كيعطيوهاش لنا ناكلوها. قال لنا ايوا بداو تسرقوا. حرك زيد حرك ابدا 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 يلا حرك بيا حرك بيا الخيزو حرك 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 بيا ورع ورع تعال تعدد تعال حرك بيا. كاين واحد المكازا ديما كيدخلوا كيخرجوا ليها. مشينا حنا اتفقنا 3 ديال الناس، واحد قال لي انا غادي نهرس القفل وانت غادي تدخل وانا غادي نهز الكاشه باش العساس ما يشوفش. العساس شاف ديك الكاشه ما كتحرك ما والو، بقات منشوره وهو عنده القوسيني على ديك المكازا. علمهم هما جاو كيجريو داروا المكازا ولقاو القفل مهرس، لقاونا حنا لداخل خرجونا كتفونا. التكتاف اللي كيديروا تما الناس، التكتاف كيسميوه هما بالعقله ديال الجمل، كيقول له دير له عقله ديال الجمل. الكتاف ديالنا كيتلاقاو اللور والرجلين كيطويوهم كيرجعوا كيتلاقاو اللور، كيردوك بحال الكره.
يسلمك. قطعوا صباعي ميول. كتشوف واحد المريض وما عندوش، انا اصبحت انا فرملي وما ماشي فرملي هاك، كتصبح اداري وانت ماشي اداري، كتصبح كطيب وانت ماشي كطيب، فهمني يعني وليت اخي باش نقد واحد الموقف. ما خلاوش فينا العذاب الغليظ والعذاب الاكبر، تما تجمعوا العذابات كاملين. خدمة الهلال استمرت واحد تقريبا بالنسبة لنا حنايا كضباط واحد المدة ديال 10 سنوات، يعني 10 سنوات فيها جميع ويلات يعني التكرفيس والتعذيب. كاين لي كونفوا ديال الغاز كيعطيهم الغاز بار موا باش يفرقوا على المخيمات، لان داك التموين اللي كنزلوا كيتفرق على، لان دايرين تما لا ستركتور، المقاطعه الفلانيه، القياده الفلانيه كذا شي على حسب الناس اللي ساكنين، وكيتعطاهم التموين على حسب داك الفاكتوره كيعطي داك القائد ولا داك المسؤول، وكنجيو حنا كنشرجيوه. داك الكاميونات الغاز اللي كيجيو كيكونوا تقريبا 20 25 كاميون، وفي شهر 8 حنا كنديشارجيو داك الغاز طابو يدينا نبلو، مابقيناش كنقدو نقيسو الغاز. قالوا ما تجي راه عيب عليكم اصاحبي، شوف انت قال لك هذاك الشيء ماشي شغلنا، تخدموا ولا ما تخدموش، تشغلوا ولا لا. كنقول كيفاش انا كنت بيلوت دو شاس، يعني اخر حاجه اللي خصهم ياخذوا بالعين الاعتبار عندي انايا هي يحتفظوا لي على يديا، عاطيني كون اي سو كون باش كان بيلوتي لافيون، وراه ما هذاك الشيء كله، وكنقولوا راه مازال خاصنا الكونفور. هاد لي تريك هادو اثروا علينا، ملي كتفكرهم ديك الاهانه كتاثر على بنادم، كتقول شوف هاد الدرجه فين وصلت. منا راه حنا دابا جايين 27 سنه ديال الاصل. La montre pour nous s'est arrêtée le jour où on a été capturé. Le soleil se levait au-dessus du mur et disparaissait de l'autre côté. On bougeait, mais il n'y avait pas de référence au monde extérieur. Si bien que pour nous, le temps était figé. إذا هذا الشيء هذا دام واحد السنوات حتى أننا ربطنا علاقات مع هذوك يعني السائقين ديال دوك لي كاميون، تمات واحد لا فاميلياريتي معاهم، ولاو أنهم يستغلون تلك الظروف حتى هما باش يعني يعمروا جيوبهم، كيطلبوا منا على أننا نساعدوهم في يعني خداع هذوك الناس ديال البوليزاريو في الحساب، لكي يتم يعني تسجيل الحساب على انه صحيح، ولكن في حقيقه الامر ان النص ديال الشارجمون راه تفرغ في الطريق. واحد في 400 خنشه جاب 100 خاصه، قلنا له صاحبي 100 كي غنديروا لها؟ قال لك انتم مروك راه كتصنعوا من السطله، كتصنعوا منها سيتيرنا، ماش حنا خافين على المروك. قال لك شوفوا كيديروا، كنعوجوا الخنشه ملي كيجي يحسب، هو واخا كيكون كيحسب ما كيلقى داك الشيء دو بيي غادي يضيع بزاف د الوقت، كنديروا البيشان على داك الشيء ونزيدوا في حالاتنا. حنا كأسرى في ذاك الوقت لا يهمنا باعوها ولا ما باعوهاش، كل ما يهمنا اننا كنا نطلب من هؤلاء يعني السائقين ان يسدلوا الينا معروفا، فكانوا يحاولون، وما اسدلوا الينا من معروف وهو انه تم يعني الاتيان بمذياع باش نبقاو نتصنتوا الاخبار ديال المغرب والاخبار ديال الصحراء في المواصله.
الحضرامي اللي كان كيدير مدير الامن العسكري ديال بوليزاريو استغل هذيك الفرصه ديال كاس العالم اللي كانت دارت في 86 وجاب واحد جوج خناشي ديال التونيات. ملي جا كيفرق لي توني جبد دي توني الاحمر والخضر وقال لك ها انتم دابا سيكون بارازار الوان ديال المغرب دونك غادي تلعبوا بلي كولور ديال البلاد ديالكم. الحضرامي بغاتو تلعبوا في هذا الاتجاه ولا في هذا الاتجاه اختاروا؟ سي بون نلعبوا من هذا الشيء هادي. عبد الرحمن حاضرامي عيا معايا قول واخا يعطوكم الدنيا وما فيها بقاو على لا اله الا الله والملك. قلت له انا راني قلت له حلفني الحسن الثاني قال لنا ملي طلع الرايه نقسم بالله العالي العظيم ما نخون العالم ونحفروا معاه حنا شي 150 واحد من قليم اسا زاك جاء كحز عليا وحبني من ربنا لربنا الاخرى قال لي نقسم لك بالله هذا لا قسم يطرطق الحجر. المشكل اللي تعرضت له انا في البدايه ملي كنت انا بوحدي هو مشكل الصحافه. كلما كانت عمليه الا كيديون الصحافه وكيجي واحد العدد ديال الصحفيين اجانب وجزائريين وجانب والاسئله حرجه. À votre avis, à qui appartient le Sahara occidental? Je répondrai à cette question si vous me dites à qui appartient l'Alsace et la Lorraine. كيفاش واجهنا هذه المشاكل كلها؟ الإيمان بالله. La foi en Dieu peut déplacer des montagnes de soucis et de tristesse. La lecture du Coran a été l'antidote pour moi et pour beaucoup de prisonniers, l'antidote de nos souffrances et à nos désespoirs et à nos tristesses. اقعد شد له اقعد اقعد شد له احذر عويلاتك قرطع السلام عليكم شكيكم ياك خير ياك مريتو باش الطيار جابوه جابوا العرض كان يضربنا بالطياره ويعود يديوه للصحافه يا ويلو خليوه ليه هو نبطلوا ادفع ادخل دار ادخل اقبل على السوق اللي يديو الصحافه الا هذا قرطع شو اشرحني واحد احرك له يا حرك فيني اش تعال له ادفعي له يا مكسور عم ادفعي له افتحوا العسل افتح يا حرك افتح يا حرك فيني افتح يا حرك فيني امي كنت واحد يا مكسور امي كنت واحد حبسوا الضرب على راسي. هذا شوف هذا اسير حرب عنده قانون يحميه. قانون دولي يحميه. انت اللي قتلت ولدك. بغيتوا تقتلوه بالسلاح انا قبلته بالسلاح. ما تضربوا بالك. قول له ما يحبسها لي. قول له ما يحبسها لي. دزت في المدرسه ديال الضباط
أكاديمية الجوية في فرنسا، وكان لوغو في أعلى حيط ديال المدرسة faire face. Faire face. Donc il faut toujours faire face aux difficultés, aux injustices. أسير كاين قانون دولي يحميه. كنشوفوه كيخرج هكا قدام العدو، ولينا حتى حنا نقدروا نهضروا. اعطينا المعلومات، الصبر كيقول لك صبروا، حنا هذا الشيء غادي يدوز، وحنا دافعنا على وطننا، وحنا كذا. بزاف ديال الاشياء تعلمنا. كيقول لك صبروا، كل بدايه عندها نهايه، ضروري هذا المشكل تكون عنده نهايه. ادخل ادخل يا مكسور العمر، دخل ادخل 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 خش قطع. ايه قطع خلاص يا خليل يا عويلي. اسكت عينك قطع عينك. كنا نحارب جهاز جزائري اللي كان طرح في الأهداف ديالو أن يحش الرجلين ديال المغرب من الصحراء، يعني يزولوا طرف من جسده على أساس دير منها دويلة مصطنعة وتعود تسير الأمور وراءها، وغادي تجبر منفذ على المحيط الأطلسي. ولكن ناسيا il a oublié une chose très importante, c'est que l'Algérie n'est devenue un État que depuis 1962 et que le Maroc était un État depuis 14 siècles. On ne peut pas détruire un État de 14 siècles. في سنة 84 وقعت المعاهدة ديال وجدة، المعاهدة التاريخية اللي كانت في وجدة ما بين ليبيا والمغرب آنذاك. في هذاك الوقت بالذات قلات المساعدات بالنسبة للبوليزاريو، ما بقاتش كتجي ديك المساعدات، ما بقاش كيجي داك التموين بديك الكثافة اللي كانت. فعاش يعني تعاشت واحد المدة ديال أزمة اقتصادية في المخيمات، واللي أدى الثمن ديالها غالي بزاف هما حنا الأسرى. وجدنا ذاك العقد هنا باش نزيدو. بقينا كناكلو الدقيق في الماء سخون. جا عندنا مسؤول ديال بوليزاريو كبير باش يشوفنا، لان ولاو الناس كيخرجوا فيهم الطبايع زرق ديال كارونس اون فيتامين سي اللي كيتسماو لو سكوربوت. منين جاو عندنا حنا هذاك المسؤول قلنا له الا نتوما بغيتوا تقتلونا افدو، من الاحسن قتلونا اكزيكوتينو ما نبقاوش في هذه الحاله. يلا يلا تحرك يلا. هون وقف هون وقف هون يلا. داتشي كافي عنهم. الشلح كيفاش داير؟ لا تبغي لا توكل خوتك، رزق الصحراوي تعطي انت لخوتك. حرك بيا ما تستحقوا هذا لا خير، احنا اللي تبطلونا وطياركم هذا خير. الجوع، البشر ياكل الكواش، البشر ياكل التراب، وذاك العدس كيديروا لنا فيه التراب وكذا والى اخره. هما الوقت فاش كيكونوا السطوك في الهلال، ملي كيدفك ذاك العدس كيجمعوه هذيك اللوبيا وكذا والى اخره، كيديروها في الخناشي كيجيبوها لنا كيطيبوا لنا بالتراب بمعطى الله. ما تحشم ما تحشم عملت المنى، ها ما تحشم سو فيه الحجر فيه الحجر. هذوك اللي كنت تبطها من سبب طيارتك شنو كنت تعدل لهم؟ ما كاينش شي قوم اللي دار واحد الخدمه داروا هذوك الناس. غنقول لكم شنو هي. هذوك الناس حتى وصلوا للتزوزيل، هو كيدقوا البشر، كيدقوا بحال البهيمه بحال الحشك بحال البغل باش ما يتزوج ما يدير حتى شي حاجه. ومنهم البدوي ولد بني ملال راه دقوه، راه مات في الغار، يعني مشى حتى دخل الغار ومات مات. كانوا كيحلبونا، كنعطيو الدم ديالنا كنعطيوه للمستشفيات ديالهم،
وما كيراعيوش كان واش الانسان صحيح ولا ماشي صحيح. بمجرد يكون عنده الجروب اللي كيناسبهم يعطي الدم. كيجيو الدم تيديو على حساب او بوزيتيف، على حساب العائلات اللي حاملات. وكاين المحابس اللي محيدين حتى ل 10 وحتى ل 15 مره، وتيجيونا تقريبا 2 فوا بار سومين. جماعة جبت لكم سيناتور ستيفن سولار. Dites-lui que vous êtes contre le roi Hassan sur la guerre au Sahara. كانت الجزائر تشتري مجيء العالم كامل لتندوف باش يشوف بعض الأسرار لأن كانت مسيرة الحرب في الميدان ومسيرة دبلوماسية، ولكن البروباغندا ديال الصحافه وكتشري اي شيء. هذا الكيان المصطنع في التندوف داروا النموذج اللي كاين في الصحراء المغربيه، هما اللي داروه هما ثما، اللي هو ولايات العيون، ولايات السمراء، ولايات اوسط، ولايه الدخله. ملي كتجي الصحافه او المنتظم، هاد الناس، هاد الجمعيات او هاد الناس اللي معترفين بهم كيقول لهم مثلا ها هما اصحاب العيون، ها السمراء، او السرد، ها الدخله. كانوا كيديونا للاذاعه وكيقول لك كيفهمونا بحال ما كان يا برا، وكيدخلونا بحال هكا، كيقول لك انطلق، كيكون عطاونا الارشادات برا، سبوا الملك. الاذاعه ديالهم متوجهه للشتم في الدوله المغربيه. قال لك شوفوا، ما عندناش الاختيار لا عليكم ولا علينا، حنا قالوا لنا غديروا هادشي غادي ديروه. بغيتوا ديروه بخاطركم فلا باس، ما بغيتوش كاين قوانين اللي غنديروا لكم، كاين طرق باش تهضروا فيها. الاسم غاشيني عبد الرحيم، الرتبه تم الاقتياد ديالي للاذاعه ديال العدو انذاك، وأعطيت لي ورقة مكتوبة بالدارجة فيها سب وشتم وإهانة للمقدسات ديال الدولة العريقة ديالي اللي هو المغرب. فلقيت راسي وتمنيت لو أنهم أعطوني يعني قرصا مميتا والتحقت بالدار الأخرى أحسن لي وأفضل من ذلك الموقف المهم. كنحاولوا نصبروا الناس، لانه كنعرفوا بان ما كاينش شفاق، ما كاينش، كان واحد الوقيته ما كاينش، ما كيبان لك والو، كيبان حتى حاجه. الحمد لله لقينا واحد الطريقه، هذا كنطلبوا مصاحف نقراو قرآن، طلبنا لوحات، طلبنا كتيبات باش الناس تقرا، كنا كنوجهوا الناس. النهار اللي جا وزير الخارجيه ديال ايران قال لك حنا اسلام وحنا خوتكم في الاسلام وحنا كذا، المهم الهضره بزاف، ونتمناو نتلاقاو في الجمهوريه المغربيه. انا شفت انا في ديك الساعه مارس بسرعه وقلت له اشياء صعيبه بزاف. نطق واحد اللي كان معاه قال له هذا، قال لي الوزير اخوك في الاسلام. قلت له اسمع، انا لست اخوك ولا اخاه لا في الاسلام ولا في شيء، واذا كان الاسلام هو الاسلام ديالكم ديال الخميني انا خارج من الاسلام. هذه هي النقطه اللي فاضت الكاس. يلا الكلب زين، يلا خش الطيار نزل علي، قال لك باغي يبطنا. ادخل افتح ناس، افتح تعال والديك. الرهب قيدتك كلب.
رجعنا للمركز، داروا نفس كل واحد في السيلون، كيربطوا لنا يدينا مع رجلينا وكيبقاو يزيروا حتى كنتوجعوا وكيعقدوا، وبقينا في هكذا. بعد 14 يوم تنفخوا يدينا و les plaies se sont infectées parce qu'on passait toute la nuit dans une cellule qui faisait combien 50 cm de large. Il n'y avait pas de toit, elle faisait 2 mètres de haut, et exprès dans cette cellule parce qu'il faisait très froid. كفل عليهم كفل عليهم. هاد السلول تسمعوا فيه اقبر تكمل لا حدك هاك ما تقدر تقلبها كلها صافي صافي. وباتوا يدوروا عليك، واحد شاد واحد للعمود ويدور على هذيك السيلونات، راهي مدينه ديال المقابر في السيلونات ياك فهمت، ويدوز ويخبط بواحد فوق الغطاء ديال هذاك الغبار. Au bout de 14 jours, ils nous ont sortis de là et nous ont fait rentrer à l'intérieur du centre. بقينا 11 شهر في ديك الزنزانه. قالوا يتكلموا مع الايرانيين ومع الفرنسيين ويقولوا لهم الصحراء نتاع المغرب. اسكت قبل عينك تحت. يلا خش داخل، يلا خش وحنا ما كانش عندنا الامل باللي غيطلقنا البوليزاريو، لان وقع السيسي الفو، وقف اطلاق النار، وبعد وقف اطلاق النار في العالم كله وقف اطلاق النار تبادل الاسرى عاد كيجي الشيء الاخر. حنا بقينا لا سبيل كان يرجى من باش يوقع المغرب واحد الوثيقه ديال لا ليبراسيون ديال لي بريزوني مع واحد يعني واحد الكيان اللي هو انفصالي لا يعترف به، ما معترف به حتى شي واحد. خد حراسه هذا مالو؟ هذا شنو ما يرد اخبار هو كاع باغي يتكلم. باغي يتحشمونا مع المنظمات الدوليه. واحد راسو يبغي يتكلم. واصلا رانا حنا محسمين. يلا طلب لي له، شوف هذا مالو. يلا حراسه فاح الصباح يقضوا الحفره بسرعه. يلا اسرع عليا. خلي الشلوح البلد. المرتزقه يفاجئون بواحد الزياره ديال الصليب الاحمر الدولي اللي في سنه 94 غاديه تبدا. تفاجئوا على ان كان عندهم واحد العدد كبير ديال الناس اللي فرطوا في التعذيب ديالهم. تم يعني التفكير في كيفيه التخلص من هاد الدوسي اللي غادي يكون نوار في وجههم. هاك راسا يمر بلاول بيكم. قيموا بهذا قيموا داك الشيء. وقف قيم قدام هون. تعالوا حرك 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 حرك. يوم جبر عزاك. وبالفعل تمت تصفية بعض الأسرى علنا، يعني تصفية جسدية باش ما يتمش يعني التقديم ديالهم، ما يشوفهم لا كرواروج، ما يشوفهم لا صحافة. كيضربونا على أرضنا وكيعذبونا على أرضنا، وهي أرضنا من زمان. هاد الناس اش بغاو عندنا؟ ما تقولش عاش الملك غيقتلوك، ما تقولش الصحراء المغربية غيقتلوك، ما تقولش نتوما مرتزقة غيقتلوك. وأنا دفعتني الدولة ودفعني الملك ودفعني الشعب 50 مليون رقبتها عليا. أنا ما غادي نتراجعش ولا عمري نتراجع. هذا اللي نعرف عن الأسرى المغاربة مخلصين، ونعرف عنهم اللي ما قد يجي فار لا ما جبر حاله، ونعرف عنهم مساكين الله يجازيهم بالخير ذا اللي قاموا به، وذا من التعذيب اللي جبروا وتكرفيص والامراض الشينة. ما غير مغربيتهم ولا غير إخلاصهم للوطن والملك.
ارجع. غد احرك احرك قدام راسها قدام. العزيمة ملي كتكون قوية عند الإنسان ما كاينش اللي كيوقفها. وصلنا لواحد الدرجة فاش كيجي عندك المسؤول ديال البوليساريو انت كتبغي تبروفوكيه باش اما يقتلك اما يعطيك اتساع يخليك تروكيل، لانه كتشوف راسك كيحطمك داخليا وكيبعدك على تمغربية ديالك، وهو براسو ما مقتنعش بداكشي اللي كيقول، لانه غير مخدوم. اذا كتقول انا غادي نواجهو باش ما عطل الله، الا كان غير من بعد 20 سنه او 25 سنه غادي نولي عاد ندل اللهم يقتلني كاع. وقف خويا هات البيت. املا الباطيك املا الباطيك. وحنا بالصمود وحب الوطن والمحبة بيننا استطعنا باش نوقفوا كصف واحد ضد البروباغندا ديالهم. في آخر المطاف chose curieuse, au lieu qu'ils nous lavent le cerveau, c'est nous qui leur avons lavé le cerveau. وهاد المحابس هادو غادي نقول لكم انا واحد القضيه بانه خدمه في ثلاثه المحاور. ضربنا البارود، تحبسنا على الوطن ديالنا وهربنا الناس. نقول لك لعبوا واحد الدور مهم اللي ما يلعب حتى شي واحد، عسكر ماشي سياسي. هاد 3000 اللي دخلت يعني النداء لي الوطن غفور رحيم، نقول لك اكثر من 50% اسرى المغاربه مثل النجا اللي سبب لهم فاشيش. ملا الباطيك مزيان. يلا حرك حرك يلا تحركوا قدام. احرك احرك لقدام يلا. كيف l'Algérie est opposable pour toutes les violations du droit international sur le dos dans le traitement des prisonniers marocains. Parce que les choses se passaient sur son territoire, premièrement, article 13, et les signataires des accords internationaux de droit humanitaire est opposable pour ce qui est du droit international. Pourquoi? Parce qu'il a accepté qu'un organisme qui défend les prisonniers visite les prisonniers. L'Algérie est responsable et des mains. Voilà من ينادي. Tu peux me raconter comment vous avez été traité? En résumé, je veux dire que nous avons été traités d'une manière catastrophique. Voilà, en résumé, en 2 mots. التوصل ديال الصليب الأحمر لينا في المخيمات كان بمثابة واحد البالون دوكسيجين الا بغيتي تقول. جاو قالوا لنا شنو هما المشاكل اللي عندكم؟ قلنا المشاكل اللي عندنا هو نكتبوا المراسله مع عائلتنا، حنا الناس ديالنا العائله ديالنا ما كتعرفنا واش ميتين ولا حيين. حتى الصليب الأحمر الدولي كنلقى صعوبات على أنه يخترق هذا الجهاز ديال الجزائر وديال البوليزاريو. يبغي يبعث رسالة للعائلة ديالو. شكرا. كتبت الرسالة كيدخل ولد عكيك كيقلع على من اليد مدير الأمن، قراها عاد عطاها لها. رجعوني للمركز قالوا لي من الآن فصاعدا راك وليتي أسير عادي. عن جريدة النجوم العربية. أهلا وسهلا. في البداية سعادة الأمين العام لجبهة البوليساريو، نشكركم على قبول طلبنا لكم بإجراء هذه المقابلة. وفي بداية سؤالي الأول لكم، يروج ويقال على أن الجزائر من خلال دعمها وإيوائها لكم تسعى جديا لإيجاد مخرج أو إطلالة
على الساحل الأطلسي، فما هو ردكم؟ هذا مولي مشكل الساحل، هذا مولي يخص المغرب والجزائر. احنا ما يهمنا ينعلبوه يحرقبوه هذا الساحل. كنا كنخلقوا نوع من الجو ديال الترفيه ملي كيدفعوا علينا الضوء، كنكونوا كل واحد تحت المنطقه ديالو في الظلام، et on se racontait des histoires. Donc on ne peut respirer dans des conditions comme ça que dans le rire. كيف تشعرون وأنتم تلجون منظمة الوحدة الإفريقية؟ هذا مولي سؤال وجيه. احنا مولي منظمة الوحدة الإفريقية هو كيان عظيم، وإحنا فخورين للانتماء لهذا الكيان، وهذا على كل حال الفضل كامل يرجع للجزائر. إذا كان الأمر كذلك فكم عدد سكان هذه الجمهورية، هذه الدولة؟ مولك راعي لك المخيمات، راعي لك المخيمات ملانا، شعبنا كامل راهو يسكن في المخيمات، راعي لك المخيمات. غدوة إن شاء الله راهي تشوف المخيمات كاملين، شعبنا قوي وعظيم. المهم الله يكون مولي كافي. شكرا سعادة الأمين العام. يلا ركضوا يلا. ايوه انا خل. ايوه ما نسمع كلام. الصليب الأحمر برمج العمل، عطانا نهار ديال الراحة في الأسبوع، عاد الرسائل تمشي وتجي مع الطرود اللي كيجيونا من عائلاتنا، ولات الناس كتشوف القدام وعندهم امل كبير على ان يوما ما غادي يرجعوا لعائلاتهم. ولأول مرة من بعد 17 سنة يعني تعطينا الحق باش نتراسلوا مع أهلنا. عاد هذيك الساعات عاد عرفنا شكون اللي حي شكون اللي ميت. تأسفنا بزاف الناس ما لقاو حتى حاجة، لا دار لا مرا لا وبسبب ياش الجزائر اللي ما عطاتناش ذاك الحق ديالنا باش نتراسلوا مع أهلنا. بقاو المنظمات كيطلبوا من البوليزاريو يطلق أسرى، وبدات كتطلقهم ب50 100 مقابل إعانة مادية أو بالمواد الغذائية. 25 في شهر 8 2003 جمعونا من الأشغال ديالنا وجابونا لواحد الساحة. ظنا يعني احنا ظنينا على أننا غادي نباشروا أشغال أخرى كما هي العادة. قلنا من العمليات الناس اللي تشدوا من 76 حتى ل 79 يجمعوا منطهم، يجمعوا حوايجهم باش يكونوا موجودين. جمعونا ضباط الصف، جنود كدا شي 243 واحد، فيهم 23 ما بين الضباط والطيارين. باقيين حنا كنقولوا واش غادي نتقدموا للصليب الاحمر الدولي ولا غير كيديروا معنا هادشي، لان موالفين كيديروا معنا هاد المشاكل وكنطيحوا في شي حوايج اللي ما كناش كتولي عندنا اون ديسيبسيون، خيبه الامال. كنا مجموعه ديال الضباط بوحدنا ما تيقناش، قلنا غادي يحولونا لمركز اخر، لانه ما كاينش شي حاجه اللي كانت كتبين لنا بان كاين اطلاق سراح لشي واحد، ما كاينش. هزونا حطونا في واحد المركز، قالوا لنا راكم غتمشيو لعند ولادكم وعائلتكم. ما يمكنش، كون الله سبحانه وتعالى فرج علينا. على الفوق على جبدوا لا ليست وبداوا يعلنون عن اللائحه ديال الناس اللي هما غادي يتم الافراج عنهم. نظرت بجانبي وكنشوف على انه واحد العدد ليس بالهين من الاصدقاء اللي كانوا بالجانب ديالي كيسخفوا وكيتم الاغماء عليهم. لايروبور تندوف
لقينا ديسينا في طياره من نوع ديسينا هزونا ركبونا في الطياره دوزنا في العدوان ديال الجزائر ركبونا في الطياره ركبناها كتهز تقريبا 100 هذيك الطياره وطحنا في شهر 8 ما لقاتش الصليب الاحمر الطياره اللي تكري باش تدينا 3 طيارات ولا 4 باش يهزونا في دقه واحده وخفنا اللي بقى تما يبقى عاود يتراجع معاهم الحال ويرجعوه عاود للقصر. قبل ما يتم الديكولاج ديال هذيك الطائره كان لا يزال يخالجنا واحد الشعور ديال انه من الممكن ان يصدر امر بارجاعنا الى الاسر، فكنا كنطلبوا يا ربي وقتاش هذيك الطياره تحرك دوك العجلات ديالها وتطير لشي فين ما تطير غير ما تبقاش تما. فملي طلعت الطياره انا باقي تنعقل ومازال تنستحضر هذا المشهد وكنشوفوا من النوافذ ديال الطائره وكنشوفوا الرمال وبعد فتره من الزمان بدات تظهر علامه ديال الخضوريه. الريح ديال المغرب شميناها وحسينا بها قبل ما تحط رجلينا في الارض المغربيه. حنا انا خارج من المركز وانا نسمع الجندي قال مو كابيتان عندك 2 سنه، وانا دارت بيا الارض دخت وبقيت انا في الطائره كنخمم انا الى مستوى ان جاني مسؤول ديال الصليب الاحمر قال لي مالك كتخمم وانت غادي للوطن. قلت له اسمو؟ قال لي العسكر شنو قال لي واش كتظن دير؟ وغادي ناضلوا من اجل اطلاق سراح ما تبقى من الاسرى وخلينا وراه مشيت 900 اللي بقاو وراه. هذا الفراج ما كانش جانا حنا الاولين باش في المثال تكون عندك واحد الرعب منه، واحد الخوف منه بالفرحه، خوف الفرحه اصبحنا مملين فيه بالناس اللي سبقونا. نهار فاش فرج علينا الله وركبنا في الطياره 100 بينا يوم 24 في شهر 6 2004. تصور الطائره فاش كتحلق فوق مدينه اكادير القلب ديالنا غادي يسكت. وانا في الطريق نقول لك فرحه لا، تساؤل نعم، لاني ما عرفتش واخا كانت زوجتي à laquelle ma femme à laquelle je rends un hommage aujourd'hui parce qu'elle m'a supporté, elle m'a envoyé des médicaments, de l'insuline, des colis, etc. J'étais le plus choyé des prisonniers marocains à Tindouf grâce à ma femme. Je ne savais pas comment je trouvais la réalité en face. منذ نزولنا من الطائرة يسجد، كاين اللي سجد للقبلة وكاين اللي سجد جميع الاتجاهات كانت قبلة بالنسبة لنا. نحمد الله ونشكره ذاك الوقت. فكان كان الانتظار ديالنا يعني بالوصول ديالنا كان في اخبار العائلات. كننزلوا اول واحد اللي غادي نلقى واحد بروموسيونير يعني كان معايا لقيتو عقيد ليوتنون كولونيل. منين نزلت ما عقلتش عليه، كنشوف الانسان اللي راه عقيد خليته مساعد اول ادجودون شيف. قال لي واش ما عرفتينيش؟ قلت له لا. قال لي انا عقلت عليك اصاحبي. قلت له ما عقلتش عليك. قال لي انا هو فلان. قال لي بغيتي التليفون تهضر مع شي حد؟ قلت له انا ما عندي حتى شي نيميرو، ما نهضر تنعرف حد. لقينا واحد لا كوميسيون كتشوفنا السلام صافي بقينا واقفين حتى جاو الكيران داونا. ولكن منين هزت الطياره وحطتني في اكادير كنكذب، انا ناعس وكنقول راني مازال عند البوليزاريو. دوزت شحال في اكادير ومشيت للدار ومازال كنحلم راسي راني مازال لهيه، راني غير كنحلم كنقول واقيلا راني غير ناعس. واش انا نيس بصح راني في المغرب ولا ماشي بصح؟ مده وانا كنعاني من هذا المشكل هذا. وحنا اللقاء ديالنا الاول مع العائله كان بالنسبه لنا اناس لا نعرفهم، اناس خليناهم في واحد العمر وحنا كنا في واحد العمر، وملي جينا لقينا اناس
مجهولين بالنسبة إلينا، نسألهم شكون أنت، شكون أنتيا، وشكون هذا وشكون هذيك وشكون هذاك. لقيت واحد السيد كان في الجيش، كنعرفو هذا، وكان متصل مع أهلي، وهو عرفني بأنه جاي، ومع النزلة ديال الطيارة جاب لي التليفون، هضرت مع الزوجة ديالي، قالت لي على سلامتك أخويا، يا ساماتوشي، لحد الآن كنقول لها أختي. لقيتها مع الوالدة رحمه الله، الأخ ديالي. كتصور انت مع من غتلاقى. لا تنساش بانني 5 ديال خوتي ما حضرت لهمش في السبوع فاش خلقوا، حضرت لهم في السبوع ديال ولادهم. لا تنساش المغرب ديال السبعينات ماشي هو المغرب ديال 2004. خرجت للمدينة وما عرفش لاموني، يعني الفلوس اللي عندي في يديا ما كنعرفش كيفاش نصرفها. وركبت في طاكسي، سولته، قلت له سيدي الله يجازيك على سماو هاد الساحه ساحه بيرانزران. قال لي يا ولدي انا ما عرفتش. فحسيت انا يعني احساس شعور رهيب على ان الناس لا تعرف، على ان ساحه بيرانزران هي تكريما لجنود وابطال ومعركه خالده في تاريخ المغرب وفي تاريخ الصحراء. روسنا بروسنا كنقولوا الواقع اللي وقع واللي عطى الله عطاه، نحاولوا ننساو اللي هو يمكن يتنسى، واللي بقى انكري في السيرفو راه غادي يبقى ما عندنا ما نديرو، لان لي بسيكولوج ولي بسيكياتر كيعرفوا كاين بعض الحوايج اللي ما غاديش تحيدوا من هنا. اقرب حاجه عند الانسان هو الزوجه ديالو وولادو، اقرب حاجه عنده. انا والله العلي العظيم ما كنقعد في الدار، كنمشي كنقلب على صحابي باش كنفش. شوف هاد الاسرى ما كيقعدوش مع الناس، علاش؟ ما مندمجينش، كيقلب على صاحبه حتى كيجبروا ويتحدثوا. علاش كيتحدثوا على العذاب ولا على المأساة اللي فاش راه طايح؟ المأساة فاش راه طايح. ما كتحللناش القعده حتى كنتجمعوا. لماذا؟ علاش؟ انه حنا اللي قاسينا الحراره. الا جينا بنعاودوا داك الشيء اللي داز علينا من العذاب اليم ما نكملوش على 24 ساعه. لا زلنا على اتصال وسنبقى على اتصال حتى نموت، حتى نغادر هذه الدنيا، لأننا نؤمن بهذا الوطن ونرجو أن يستوعب الشباب هذه الفكرة. عيون عيني الصقير حمرانية والواد وادية سيدي نمشي في السلامة الله والنبي والقرآن معنا. حسيت بواحد الافتخار، حسيت براسي واش الدولة ديالنا وسط شعبنا ما كاينش اللي غيهني وما كاينش اللي غيحقرني وما كاينش اللي غيدي لي بلادي ولا عمرو غيديها بعد انا كاع. عزيز علينا هذا الوطن وكنحبوه، ماشي جانا غير هكذاك، راه في الدم ديالنا، ما يمكنش. رغم هذا الشيء كامل
حنا مازالين لصالح الوطن، لأنه هذا البلد ما كنبغيش يتمس. هذا البلد آمن، هذا البلد آمن. من اجل وطني ما كيهمنيش، حتى دابا لو كنت تكون مازال نقدر نستطيع نضحي. دابا واخا ما كاين والو، ولو كان يكون شي حاجه ضد الوطن ديالي والله حتى نضحي بها. حب الوطن وحب البلاد هو الإيمان، وعندك يعود عندك يقين عنك ذاك الشيء اللي بغاك به مولانا خير أو شر لابد لك تأخذه.